معك فوق تجميد الروم المسمي نفسك مستر محمد علي، انت راجل وسخ ومعتوه، تفتح روم باسمي او وسخ يا كلب. ولا باجي اتكلم معك فوق تجميد الروم ما كنت خليني ارد لك، انا اوضح لك يا وسخ. انت معتوه تنبح 24 ساعه زي الكلب السعرات، انت عاطل ساكت. مستر محمد علي تاشر قال ناظم ده حقر ابن حنان التافه، حقر من نادي اهتمام. انا همي اهلي واتبعوه غدا الجيش الخوني من الشباب الحراميه الكلاب الجبنه. تهم انا ناظم شنو خرج شنو انت شنو؟ يا ود العركي هذا العارف هو ذاته هو من ذاته اسم الحقيقه من هذا كلام فارغ. هذول عاطل المحبه 20 ساعه الكلب السعرات يكون يكسرخ كده تقول معتوه. انت الكلام هذا زمان يقول بيجي بروفيسور كاميل وبروفيسور معارف جدليه وكله ناس الوهم ديل، واحد عنده عقد امراض نفسيه يجي فيك هنا. راجل معتوه كلب فتحي روم باسمي وجا اخش والله انا اكون لك في راس لما تطرش يا كلب. اوعى عفتك دي بس سوا مع ناس ثانيين حشره وسخ. واختصر قال ناظم شيل من الحنان العاهره ده بدنا اهتمام بقى بتاع كلوز ما بحق السي في، يكون دكتور يكون فراش يكون سلاق بيض، ده مشكلتي. وزي واحد اي واحد تلقاه شغال لي ديليفري ولا شغال لي بكتاب زي واحد اسمه بروفيسور خالد معتوه برضه. قولوا انا كل ما زمان قال معاتي نفسي كان واحد عنده نقص وعصور بالنقص يحاول يحمل ليه سي في خيالي، فشل في الحياه بيتم خيال. انا ما في مالي كثير يكون ما يكون، لكن بيفتح لي روم باسمي ويقوم يطردوا منها. ده الوسخ جبنه. هذا العاهره ده بدنا اهتمام. انا هم اهلي ناظم والعفنه زي كده وناظم والخديله ما شغال مو خالص ولا بعير اهتمام ذاته زورين مساكن. انا هم اهلي وخيانه غاده الجيش من اهل الشمال الخونه الجبناء. القيادة العسكريه من يرتزقوا منا ياكلوا منا عيش ومصطفى الشعب السوداني وقت الحاله بيجروا الجبناء الخونه. سلموا اهلنا في الجزيره، سلموا الجزيره بكل ثروتها واهلها وثراء هنا، لكن الحساب ولد حساب 1000 ولد يا خونه يا جعانين يا مقطعين. اقول لك حاجه، ده هنا ما تمهني ياكلوا منا عيش ورسول بعدين يكون جبناء لا رجال الوطنيه، وفي النهايه بيجوا يخلوا الشعب السوداني عارف. شفت انتوا فطريات سعابين وطب الصحراء الشماليه فطريات عشاله جيش الشعب السوداني. حنطلع مش كتاب اسود، طلع كتاب اسود صوتي شفته وننشره في كل وسائل الميديا. كتاب اسود صوتي لكل جيم اوفر يشدكم عالة على الشعب السوداني. اهل الجزيره وكرموا وطيبتهم هؤلاء اللي قال لهم لئام ابن لئام وخلاء ابن ابو خلاء مشردين لغالب السودان يعتبروها سذاجه. لكن الان بعد الحرب دي إنسان الجزيرة قبل الحرب لن يكون إنسان الجزيرة بعد الحرب. والله لأمي وقاحة عمركم ما شفتوها يا وسخ يا وسخ. الجزيرة سلمت المدن سلمت تسليم للخونة عشان ما يمشي الشمال هؤلاء الكلاب. لكن إنسان الجزيرة الآن بوريكم طبعا نور منه. إنسان الجزيرة هوانات والله يكون معكم غسوة وشراسة عمركم ما شفتوها، وكل عفارتكم في كل السودان وشفتوا هناك كلها حنطلع في الجزيرة خاصة حنطلعها في تسجيلات صوتية في شكل كتاب في تسجيلات صوتية. هؤلاء الجبناء الخونة الجبناء الفطريات المتطفلين على جسر الشعب السوداني وخاصة الجزيرة يقول له أدبهم كما على الجزيرة بعد ما خانوا الجزيرة. الجزيرة بتتعافى وستعود أكثر غناء وأكثر ثروة وأكثر أمنة وأكثر خضرة. لكن حنحصلكم في صحاريكم الشمالية دي. أي إنسان وصول ما من الجزيرة الأصلية شوف لي بلد يمشي عليه والله عايشين إنسان من الدرجة الرابعة. دي إذا كان بقى السودان دولة واحدة، وإذا بقى عودة الدول صحراء الشمال دي ينفصلوا بحدهم. بلا أمشوا صحاريكم دي صيدوا الصبر والسمك وشوفوا العرق حق الرجل بلح ده وبلحكن وارقصوا وانو يا وسخ. الجزيرة ستعود أكثر خضرة وأكثر ثراء وأكثر قوة. لكن الآن والله جروبات الجزيرة تغلي عليكم. الجزيرة سلموها تسليم، ما تدري سلموها تسليم؟ سلموها عشان يفدوا بها شنو؟ عشان يفدوا بها يمشوا للشمال. والله يفضوا منها المرتزقة في الخرطوم. وريت لو فضوا الخرطوم بعد سلموا الجزيرة. الخرطوم مليانة. لكن الحساب 1000 ولد زي ما قلت وحكرر. بعدين مثلا شهادات وجنة حمر انت ما تقدر كلب هاوس اي معتوب يشتري له اي والله كتاب تسجيلات صوتيه كل عفنكم في كلها غالب السودان ويشدكم على ظهر اهل السودان دي كلها نحن بنطلعها في تسجيلات صوتيه اسمعها كل زول. والله الا تأتب على اهل الجزيره يا وسخ يعني سيادتكم يا وسخ من اصاله اكثر عروبه واكثر اصاله كرم وشهامه واكثر ثراء واكثر عددا واكثر كثافه سكانيه.
كلكم جيتوا ناسحين مئات الآلاف، جيتوا قفرة وسواقين تركترات وشحادين وعمال. يا وسخ تقول لي عدمكم على سيادكم؟ يا وسخ دي جزيرة يا بهايم، جزيرة يا حشرات، دي جزيرة. كلم انت عن الجزيرة يا وسخ. أكثر رجولة وأكثر شهاب وأكثر ثراء وأكثر كرما يا لئام. لا كل لئام ابناء لئام، تتركوا الكرم سذاجة لأنكم بخلاء ابناء بخلاء، حغراء ابناء حغراء. تربية عرق البلح والقراص وعفن البلوح الزبالة. شوف الوسخ البهايم ليش تقول لكم على الجزيرة يا وسخ. وكمان بعد السذج والمرضى النفسيين، اللئام ابناء اللئام احفاد اللئام المشتتين يشوفوا روح الشماتة، لأن الجزيرة ثرية وخضراء وهم جايين من مناطق جافة حغراء. أي قرية في الجزيرة ده أحسن من أحسن مدينة في شمال يا وسخ. عشان كده في حقد والحسد. احنا لاحظنا الكلام ده ورصدناه حتى من فترة غرق المناقل، ولا الكلام ده قلته بكرره، الكلام ده قلته بكرره من فترة غرق المناقل. على الكلام ده لاحظناه لما جات سيلان، كان في فيضان جاي من الشمال من اثيوبيا، فتحوا القنوات بتاعت ترع الجزيره في خزان سندار، وفتحوا وكسروا الترع عشان تغرق الجزيره. عشان ما تغرق بيوت النبور بتاعت الطين العفن دي في الشمال ساكنها الزنابير. زنابير يا حجر. الجزيره الان شفتها براصدين عفانتكم كلها وحقدكم وكراهيتكم على الجزيره. لكن حنأدبكم يا كلاب، حنأدبكم يا وسخ، حنأدبكم. واذا حصل وصل الجزيره فصار بحالكم مع الشمال. اذا حصل انفصال تفسر الغنيمه الوسطى، الغنيمه الثريه، مش الحشرات اللي عايشه على جزيره الشعب السوداني. الجزيره والنيل الابيض وسنار ودمازيغ وجزء من شرق السودان دي الاغانيم اللي عندها قيمه. والرفاعيين اللي بيتكلموا كل ده لها سلطه وسلطان، مش منفنسين المستعمرين ومعرصين. ده لها السلطنه الزرقاء، ده الفراسه والرجوله. ما بتعرفوا اهل الجزيره، بتعرفوا اهل الجزيره والشكريه والرفاعيين حسب تتكلموا عنهم ده لسيادكم. لما طهروا انتوا جارين عليهم، لما تجوعوا انتوا يبقى كل عندهم. ده الحاصل. ما عندكم شيء. دار عن زنابير وضباب وثعابين ساكنه في صحراء. زي الثعابين. بيوت طين جات سير، جات مطر بكسيره، بسيره كلها برمات في البحر. عشان كده غرقت الجزيره كان. احنا راضيين كل حاجه. راضيين كل شيء، والكلام ده والله كل في قلوب بنات الجزيره مقفوله. الله يرضى عليكم غني. قلة أدب تاني وكمان يقول لك عارف شنو عربزون؟ عرب وسيادكم. والتضميت يا وسخ بتاع عربزون ده لما قالوا عربزون والدماء الكلام فارغ ساي. نحن الأكثر تعليما والأكثر ثروة والأكثر عددا والأكثر أصالة والأكثر عروبة. لما قالوا على التضميت قالوا عربزون ده في النكاح صدفكم انت كذا الشوايقة وعلى حق كناس بخيلين حاقدين حاسدين خسيسين وصنف الضراغ لاغبياء والضراغ ما اغبياء. انا بحترم الضراغ جدا، اكثر شعب السودان فزاد تعليما وثقافه وانسانيه كمان. وسلم هن جعليين وانا جدي جعلي انه حمقاء وعويرين. التصنيفات اللي حصل ليه انتم ماسكين في تصنيفات الناس الجزيره؟ الناس الجزيره بسكت لهم مش كده. ما تاخذ نفس التنميط ده تخليه يمر على الشايق البخيل. وده حقيقه البخيل والحاسد والحاقد البخيل والحاقد والحاسد والخسيس وطنيته سوداء كده. ففرق مثال في الكلام ده نفس التنميط. نحن ما بتهمنا، احنا ايوه عرب وصلاه ما تقلش. شوفوا صوتكم انتوا وين. النيجيري والفلاح اللي عامل فيها شايب والما معروف اصله شنو عامل فيها عباس الجن حمر. شوفوا لكم وصول العرب وصلاه شكلا وجوهرا وجينيا. انت شنو؟ من صفات الكرم والنبل بتاعت العرب الاصليين، مش اللقيط والملاقيط ما بعرف من وين. جزيره هيظلوا يسيادكم ليه غدي. تربيه العربي عرق البلح والقراص بقول لكم هذه حقيقتهم. تربيه عرق البلح والقراص الوسخ الجعانين
المشتتين في كل أغاليب السودان عشان كفطريات الشعب السوداني. في شو الجزيرة؟ في اسم شمالي؟ ما في أي شمال ولا شيء. الحقيقة المفروض بنقول لكم تاني، قلة الأدب دي عروض قلة الأدب الله عمركم ما شفتوها. أقول لكم يا ضبوبة عابد صحارى الشمال، إذا قدر للسودان ده يعيش دولة واحدة أقول لكم لن يحكم إلا من الوسط. نحن الثروة الأكثر ثروة والأكثر تعليما والأكثر كثافة سكانية والأكثر موارد. أنتم ما عندكم أي شيء، عمركم كله عايشين عالة على بقية الأغاليب، وإذا حصل انفصال تنفصل الأغاليب اللي عندها موارد تتكامل مواردها فيما بينها. أنتم ما عندكم شيء تقدموه تكاملوا معاكم، انفصلوا بصحاريكم دي فلحكم ده تصفوا عرقي تصطادوا لكم سمك من النيل وتشووا السمك ده في أوراق النخيل الناشفة، تضربوا السمك المشوي بالعرقي وشوفوا لكم طنبور تغنوا ترقصوا. ده اللي عندكم، ده اللي عندكم. السودان لن يحكم إلا من أهل الوسط وبقية الأغاليم اللي عندها موارد. أما المتطفلين طول عمرهم على موارد الشعب السوداني ومشتتين كالطفيليات والفطريات تتغذى من جسد الأغاليم الأخرى، جيم أوفر. بنقول لكم جيم أوفر، جيم أوفر. وإذا انفصل تنفصل الأغاليم اللي عندها موارد تتكامل مواردهم ما بين. أنتم ما عندكم أي شيء تقدموه إلا اللئام والخساسة والحقد والكره، ما عندكم شيء تقدموه. عشان كده جيم أوفر، جيم أوفر يا ضبوط الصحابة. الموضوع انتهى، ونحن هنطلع كتاب أسود صوتي وننشره في كل وسائل الميديا الاجتماعية عشان الشعب السوداني كله يعرف يحكم السودان من الأغاليب عندها موارد، عندها كثافة سكانية وعندها غيره. نحن الآن الأكثر تعليما، بقول لكم مكررة، الأكثر تعليما والأكثر موارد والأكثر ثروة والأكثر كثافة سكانية. أنتم ما عندكم إيش، ما عندكم أيش، عمرهم كله عايشين طفيليات. بقول لكم كده. وحتى إذا حكم يحكم من الوصلاء مش النازحين. أي زول عنده أرض ولا عنده حافورة في صحراء الشمال دي، صحراء 50 متر في الصحراء، ما بيعتبر أصيل فأي غريب من غريب السودان. بقول لكم كلامنا. ونحن وأكرر حنطلع كتاب أسود صوتي واستنزاف كل موارد الأغاليب الأخرى وتغلبكم فيها وابتلاء كل حاجات أنتم ما مستحقينها أصلا. الواحد يجي عريان مقطع شايل له مقلاية فيها عراق وسروالين، يتمسكن لحد يتمكن ويقول بيقل في أدبه كمان. أنتم لؤماء ستيرا ربوكم، لكن كما قيل إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد. أنتم لئام ابن لئام، بخلاء ابن بخلاء. افتكرت طيبة وكرمها للجزيرة إنه سذاجة. إحنا ما سذاجة، إحنا كرماء، لكن اللئامة دي هتشوفوها. والله أريكم من اللئامة والوحشية والغصوة عمركم ما شفتوا. وفي انتظام الآن في قربات الجزيرة الكلام ده. إحنا أسيادكم، حنظل أسيادكم ليوم الدين. أنكم ما عندكم شيء، فقراء نازحين في كل أغاني السودان. بيقول لكم بالواضح ما عندكم أي شيء. عشان كده انتظروا، الجزيرة ستعود أكثر خضرة وأكثر ثراء وأكثر ثروة وأكثر أمنا.